مساء الفل، يا رب تبقوا بخير. انا دلوقتي في جده. النهارده كانت اخر ليله عرض من مسرحيه سلام مربع. والحقيقه ان انا بعمل اللايف ده دلوقتي علشان حاجه مهمه جدا. في بنات كتير قوي بعتين لي عن اعلانات ادويه تخسيس موجوده على الانترنت، على فيسبوك وعلى حاجات تانية، ومستخدمين صوري وعاملين حوار صحفي معايا على اساس ان انا خسيت بسبب الادويه دي. طبعا انا بقول لكم من موقعي هذا ان انا يا جماعه معرفش مين الشركات دي وما تواصلتش معاهم وما جربتش الادويه بتاعتهم، وانا مش عايزاكم تبقوا بتنساقوا ورا اي حاجه ممكن تخليكم تاخدوا حاجات مش مضمونه علشان وزنكم ينزل. لو بتسالوني عن نزول الوزن فهو الطريقه كانت سهله جدا، هو دايت اصرار، حرمان شويه. نفسيتنا ممكن تتاثر الى حد ما، ممكن نتضايق شويه، يبقى الدايت صعب علينا، ولكن دي انا شايفاها اكتر طريقه صحيه للخسسان. احنا ممكن نخس ب1000 طريقه، بس لما هنخس وصحتنا هتروح اكيد مش هنبقى مبسوطين. انا بنصحكم ان احنا نبدا الاول الطرق العاديه اللي مفيش فيها خطر، وهي الدايت والرياضه، ونتابع مع دكتور للناس اللي عندها مشكلات صحيه، لان دي اسلم واهم حاجه لينا، ان احنا نحافظ على صحتنا. مش مهم يبقى وزننا قد ايه، لان لو وزننا قليل وصحتنا وحشه اكيد برضو مش هنبقى مبسوطين، ولا ده هيبقى الهدف. اتمنى من الشركات انها تشيل الاعلانات اللي هي حطاها دي، لان انا ما تعاملتش مع احد منها، وما حصلش ان انا عملت حوار صحفي اتكلمت او اعلنت على اني عملت كده. انا اخري ممكن اخد شويه اعشاب يساعدوا على نزول الدايت، والاعشاب دي كلنا ممكن نبقى بناخدها وبنات كتير بتستخدمها وما فيهاش اي ضرر، لكن ان انا ابقى باخد ادويه ويعملوا بيها اعلانات، واصحابي الاقيهم بيكلموني من مصر عن امهاتهم شافوا الاعلانات وبيقولوا خدوا الدواء اللي ايتن خدته. لا، انا ما عملتش حاجه شبه كده، ولو عملت لازم ابقى متاكده 100% ان دي حاجه سيف، لان انا عمري ما هعمل حاجه تضر الناس. بجد يعني بليز ما تاخدوش حاجه مجهوله المصدر علشان نخس. انتوا حلوين زي ما انتوا، شخصيتكم لما هتبقى احلى وبالكم هيبقى اروق، هتحسوا بثقه في نفسكم اكتر واكتر. الوزن ده اخر حاجه نبص لها، لان المهم انكم تبقوا بصحه، ودي الحاجه اللي احنا بنتمناها من ربنا. مشوار الدايت طويل شويه، بس اتمنى انكم ما تيأسوش زيي. انا بقالي اكتر من 3 أو 4 سنين بحاول اخس وبخس وبتخن، وطالعه من رمضان زايده 6 كيلو، ودلوقتي بحاول انزلهم، يعني عادي انتشر. وتقدروا تعملوا له شير على قد ما تقدروا، عشان حرام يبقوا ناس بيتاجروا باسمي وبينصحوا الناس ياخدوا ادويه تخسيس مجهوله المصدر وممكن تبقى مضره. فانا هستأذنكم على قد ما تقدروا شيروا الفيديو، لان من الظاهر ان هم عاملين حمله اعلانيه كبيره جدا، وانا عايزه الفيديو ده يوصل لكل البنات وكل الناس علشان نتجنب الوقوع في خطر الادويه مجهوله المصدر دي. شكرا وبحبكم قوي، ويعني النهارده اخر يوم في سلام مربع. حابه اوجه الشكر الكبير لجمهور جده وجمهور السعوديه اللي نورونا على مدار 5 ايام في مسرح السيتي ووك، وان شاء الله نجي لكم مره ثانيه في موسم جديد، وكل سنه وانتم طيبين، وبحبكم جدا جدا جدا. سلام مربع.